ايه بقى اكيد يعني كان اللي بيحصل لنا ده باين من اول جنة يعني باين جدا جن وعفاريت. اللي بيحصل والمرقعه اللي شفناها كلنا من فيريرا واسامه نبيه باين قوي ان ده اللي كان هيحصل. مين اللي كان بيدير؟ انت لو بدال علام لغايه نص الماتش ما كانش عارف مين اللي بيدير، بس ده اقل حاجه تحصل لنا. شوبير عملها ازاي؟ ولا يا ابني ده بوكو يلطش والاهلاويه. بصوا انتوا اوسخ حاجه بتحصل لنا بعد كل ماتش استظراف الاهلاويه، يعني بجد استظراف رزل يعني. ايه ده؟ ما تهدوا شويه. بيزعلكوا الاستظراف؟ بتزعلوا منه؟ ما دمكم مش خفيف يعني. معلش. ايه ده فرقه المفروض ان انتوا دلوقتي بتلعبوا في كاس العالم ومستنيين ريال مدريد، ما تركزوش معانا بس انت ايه رايك هنعمل ايه مع ريال مدريد احنا؟ ما هو بص، انتوا كنتوا قاعدين في بيوتكم، جاي قالوا لكم انتوا هتلعبوا في كاس العالم. تمام. لعبتوا، وطبعا لعبتوا مراكز الشباب اللي انتوا لعبتوها. ايوه. فطبيعي بحظ نفس مستوى فاركو ولا اعلى؟ لا طبعا اللي انتوا الفرقتين اللي انتوا لعبتوها ده اقل من فاركو بكتير. فاركو على صحيح مهم. فالحظ اللي ماشي معاكم كعاده لو يوم الحكام سابوه الحظ سابوا الحكام بتلحقوا. فالحظ اللي انتوا ماشيين بيه ده هيخليكم تكسبوا ريال مدريد لان 5 لعيبه ما بتلعبش فيها، فهتلاقي نفسكم في النهائي وهتكسبوا فلامينجو ولا هتكسبوا الهلال ايا كان. ده اللي هو بتاع البوزو صح؟ بتاع اي حاجه ما اعرفش مين بطل. المهم هتلاقي البطوله دي بتاعتكم، انتوا كنتوا جايين قاعدين في بيوتكم وفجاه هتلعبوا. السؤال المهم مش عايزين السؤال المهم ايه المهم؟ ايه اللي وقع اللعبه دي كلها في الجول الثالث بتاع فاركو ده؟ الجول ده صحيح 5 لا يا 5 لعيبه، ما هي نفس اللعيبه دي يعني عمر جابر بس عمر جابر المرحوم نضاي ووراهم محمد طارق، ما اعرفش انتوا جايبينه منين ده اصلا، وعواد اللي كان هو ايه ليه عواد تنح في شوط في الجول الثاني بتاع عمر جمال. يا باشا كل اللعيبه اللي انت قلت عليها دي جمهور الزمالك بيشتموا وجمهور الزمالك مش عايزهم يلعبوا. الكاميرا كده عواد عمل كده اللي هو بعد ما الجون دخل فضل يعني انا اعمل ايه؟ احنا جمهور بيفهم كوره غيركم، يعني احنا جمهور بيفهم. طب فهمني بس انا اشتم لعيبه ليه وهي بتكسب؟ لا تاخدوا الدوري فرق كام بونت؟ لا اقول لك الدوري ده كام بونت يعني ربنا يعينكم انتوا بقى وتوسعوا له بنك كمان هتتغلبوا من المقاولين عشان نطلع. لا استنى بقى الماتش بتاع المقاولين ده يعني ان شاء الله يعني يكون الاهلي كده ضامن، لان فيوتشر والبيراميدز طبعا كده نفسهم مش طويل. حلو. فيجي بقى ايه يروح جاي الاهلي ملاعب المقاولين يروح جاي ايه غالب الاهلي. انت متخيل السيناريو القذر اللي بيحصل؟ المقاولين يغلب الاهلي، فالمقاولين يروح جاي نطت رابع والزمالك ينزل خامس وفي الاخر نقول لكم ايه؟ تقولوا ايه؟ معلش